صباح الخير، صباح السعادة جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. أنا مش هطول لأن أنا عارفة ببقى حريصة قوي إن الموضوع ما يبقاش طويل عشان الباقات والنت وكده الناس مش ناقصة يعني. آه، الموضوع اللي أنا موضوعين ثلاثة كده هتكلم فيهم على السريع. أولهم رابطة الأندية اللي هي معمولة بس خصيصا لجمهور النادي الأهلي. عصابة زي ما أنا قلت لكم بيوزعوا الأدوار، كل واحد بيشتغل عصابة، كل واحد فيهم بيشتغل في حتة يعني ده لتدمير النادي الأهلي. اتحاد كورة يعني ينفصل منه بقى رابطة أندية ولا مش عارفة ايه اللي بتعمل ايه دي، اللي هي ملهاش أي دور أصلا في الحياة إلا السخافة على جمهور النادي الأهلي والنادي الأهلي. طيب انتوا بتعملوا كده ليه؟ ده لو انتوا بتعملوه تقصدوا انكم انتوا تضايقوا جماهير النادي الأهلي أو تقلبوا جمهور النادي الأهلي على الإدارة، تبقوا الحقيقة يعني انتوا مش أذكياء نهائيا. جمهور النادي الاهلي فاهم وواعي وعارف كل حاجه، عارف كل حاجه يعني، عارف كويس قوي انتوا تفكيركم ايه وانتوا بتدمروا النادي الاهلي لصالح مين وليه. قصه انك انت تنجح فاشل، قلت لكم قبل كده مش هتحصل. بينجح سنه ينجح اتنين، مفيش حد بينجح طول عمره بالغش. الحقيقه بقت حاجه مستفزه جدا جدا. مسؤولين عن الرياضه كل هدفهم بس لا بيهمهم منتخب ولا بيهمهم اي حاجه. هي اصل ما قلت لكم، هي الوطنيه عندهم شعارات في لما بيجوا بس في التلفزيون وكده، هي شعارات للمكاسب مش اكتر يعني. يعني الحقيقه انا مش عارفه توقيع غرامه على النادي الاهلي عشان الجمهور سب الحكم. طيب كل الماتشات فيها سباب، مصري واسماعيلي والزمالك. الزمالك كسروا الكراسي، قال لك لا اصل ده حماس زائد مش شغب في حاجه جديده في الكوره يعني. كلها استفزاز لجمهور النادي. اوعوا تفتكروا القرار ده مش حبا في الزمالك قد ما هو استفزاز لجمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي. فقال لك ايه؟ طب احنا نوقع غرامه. اداره النادي الاهلي قبولكم للغرامه الحقيقه يعني وحش في حقكم. انا مش بقول كده وانا بقوم جمهور النادي الاهلي او احنا بنقول ان احنا هنعمل حاجه ضد الاداره. لا، مش هنعمل حاجه ضد الاداره، مش هنولكم على فكره غرضكم، بجانب ان الاداره دي جمعيه عموميه اللي انتخبتهم وانتخبت كابتن محمود الخطيب. الراجل اللي انا متاكده وعارفه وبقولها على طول، الراجل ده شايل كتير قوي 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 عن النادي الاهلي. الراجل ده هو اللي بيحمي النادي الاهلي، الراجل ده هو اللي ساند الكيان. هيطلع حد يقول لي يا نيفين ما تقوليش الكلام ده، الاهلي طول عمره طول عمره ده كان حاجه ودلوقتي حاجه تانية خالص. طول عمره كيان وواقف باي حد كان ماسكه. لا بس المره دي الحقيقه كابتن الخطيب انا بعتبره انه محارب، مش مجرد رئيس نادي يعني. هل اللي هيقولوا بقى علينا دراويش الخطيب يقولوا يا الدنيا دي ناس عبيطه مش هيفرقوا معايا كتير يعني. ولا احنا لا بنطبل للخطيب ولا دراويش ولا كلام الفاضي، احنا بس قاريين المشهد كويس، بس قاريين المشهد كويس مش اكتر من كده. فقصه ان كنتوا هتحاولوا يعني تعملوا فجوه ما بين الجمهور والخطيب مش هيحصل او الاداره. موضوع ان كنتوا بتحاولوا تهدوا النادي الاهلي، صدقوني موضوع مش هيجيب نتيجه. لو انتم متخيلين انه هيجيب نتيجه مش هيجيب نتيجه. انا مش عارفه قبول تاني اداره الاهلي قبول العقوبه دي بجد بجد حاجه سيئه جدا جدا. لو انتوا قبلتوها ما ينفعش تقبلوها. مفيش حاجه اسمها كلمه مكيالين. في فيديوهات كل الماتشات اللي الفرق بتشتم فيها لازم او بيحصل خروج عن النص شويه، لازم تتكلموا فيها. صعدوا يا جماعه، صعدوا الاتحاد الدولي، صعدوا لاي حد. احنا علاقاتنا كبيره وكتيره، واوعوا تخافوا من قصه اصل هيتهمونا بعدم الوطنيه. عدم الوطنيه في انك تهد فريق كبير، فريق رايح كاس العالم للانديه. انت خبيت جواب عشان هو ما يروحش عشان ما يكسبش، فعدم الوطنيه جاي منكم انتم مش مننا احنا ردود افعال لحد دلوقتي. انا شايفه ان اداره الاهلي لازم تبقي فعل بقى يعني. قصه اداره الاهلي لازم تبقى فعل. قصه ان احنا ردود افعال دي ما بقتش حاجه كويسه ولا لطيفه، وما بيفهموهاش ان هي ادب او اخلاق او وطنيه. لا، اللي طالع يقول لك هيجعله عامر بيقول لك الاهلي والمشاركه واحنا مشاركه في كاس. يا عم بطل بقى، بطل، عيب عليك بقى، عيب. هو انت بس انت ليه انت عايز انت بس اللي تاخد يعني يعني التطاول عليك يعني اي نعم. هو انت هي ادوار، مش هتطلع انت وش هيطلع التاني وش هيطلع التالت، انتوا اساسا بتتبادلوا الادوار يعني زي كده. ما الشتيمه يا جماعه معلش ما تشتموش تاني عشان السباب بيضايق قوي قوي. الرابطه انتوا عارفين ما بيحبوش يشتموا خالص خالص.
الالفاظ دي بتضايقهم جدا، الا الالفاظ يا نهار ابيض ما بيحبوهاش بتوع الرابطه كلهم يعني، كلهم عندهم مشكله في الالفاظ. هم ناس كده ديسنت جدا جدا في التعامل يعني. يلا عماد متعب انت بتعمل ايه في الرابطه؟ انا مش عارفه بس يلا مش مشكله. فانا هرجع تاني مشاركه النادي الاهلي اللي تعبت ناس كتير جدا. اصل الحقيقه يعني المؤامره كلها اتعملت عشان الاهلي ما يشاركش في كاس العالم للانديه ثالث مره وانجاز، فالمؤامره لسه مستمره يعني. انا عارف الضغط بقى على النادي الاهلي بالمباريات، يعني احنا لسه ما رحناش كاس العالم وضاغطين علينا مباريات، ويطلع يقول لك واحنا هنأجل دوري 10 ايام. يا عم ما انت بتوقفوا علشان عشان اي حاجه، توقفوا لاي حاجه اي موضوع انت بتوقف فيه كاس العالم، يعني بتوقف فيه الدوري المصري. فالحقيقه انتوا عار. انا قرفت من الكلام على المنظومه الرياضيه. انتوا منظومه رياضيه تقرف، انتوا حاجه عار. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. إدارة النادي الأهلي تاني ما تقبلوش قرار الرابطة، جمهور النادي الأهلي وراكم ما تقلقوش. خدوا القرارات بكل شجاعة. زي كده قرارات ان إدارة النادي الأهلي أخذت قرارات، أو الخطيب ولجنة الكرة أخذوا قرارات ضد اللاعبين، واجتماع عنيف جدا مع كولر علشان يعني عدم مشاركه المستوى، وفي لعيبه كتيره جدا مش موجوده. احنا مش فاهمين ليه لعيبه الاهلي متعاقد معاها، محدش فاهم هم مش موجودين ليه الحقيقه يعني. فاداره النادي الاهلي بتتحرك كويس جدا كمان في التعاقدات. ان شاء الله ان شاء الله هيبقى موسم في التعاقدات، او يعني الانتقال الصيفي هيبقى ان شاء الله تعاقدات كويسه جدا جدا. بس انا بس عايزه اقول لكم حاجه، ان نفس التعنت موجود، يعني اللي خلاهم كانوا متعنتين في الانتقالات الشتويه هيبقوا اكيد في الانتقالات الصيفيه، اكيد هيبقوا متعنتين برضو في الانتقالات الشتويه. ربنا بقى يعني يكفينا شرهم. هم في تعليمات طبعا لانديه كتيره ما يدوش لعيبه للنادي الاهلي، وتحديدا للمراكز اللي محتاجها النادي الاهلي. بس ربنا يسهل. هو اصلا يعني اللعيبه اللي في مصر ما هماش يعني اللي اوعى يعني، ومحتاجين ندفع فيهم كتير. النادي الاهلي ان شاء الله يعمل صفقات قويه جدا جدا. امير توفيق بيتحرك، الخطيب بيتحرك، اللجنه بتتحرك. ان شاء الله كل الصفقات هتبقى قويه جدا جدا، تليق بالنادي الاهلي وتليق باسم النادي الاهلي، وان شاء الله هتبقى داعم لينا في كاس العالم للانديه. ان شاء الله يا رب باذن الله القدم افضل، ويفضل الاهلي فوق الجميع. احنا الاهلي انتوا مين؟